النهاردة أنا ونينا كنا بنتمشى في الكوربة وكنا بندور على مكان نفطر فيه، وبالصدفة لقينا مطعم اسمه موزايك ريستورانت. وبجد يا جماعة المكان ده تحفة. المطعم يعتبر جديد وهو موجود في فندق لسه هيتفتح. أول لما بتدخل المكان بتحس ببوهو فايبس حلوة جدا. المكان فيه اندورز للناس اللي بتحب الهدوء، أما بالنسبة للأوت دورز ففي بلكونة كبيرة جدا بتبص على مباني الكوربة القديمة الجميلة. المنظر فعلا بيخليك تحس إنك في فيلم أبيض وأسود. طبعا اول حاجه طلبنا حاجه نشربها. انا طلبت قهوه تركي كالعاده، لازم ابدا يومي بيها، ونينا كانت في مود تشاي لاتيه رايق. نيجي بقى على الفطار يا جماعه في المطعم ده قصه تانية. انا طلبت فول وفلافل بالكيري واومليت جبنه، كومبو مصري اصيل. بالنسبه لنينا طلبت حاجه مختلفه شويه، طلبت حاجه اسمها حمص بندكت، وده بيبقى عباره عن حمص مع بيض عيون. الاكل كان شكله تحفه وطعمه بجد بيوديك في حته تانية. فبصراحه يا جماعه المكان ده الفايبس فيه تحفة، الفيو والأكل الموسيقى كل حاجة ماشية مع بعض. فلو نفسك تجرب فطار رايق كده في وسط الكوربة يبقى لازم تجرب موزايك ريستورانت، هيعجبكوا جدا.